بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في كليب قبل كده قلت فيه مبروك مقدما لعمنا عمر سليمان والنائب بتاعه الفريق احمد شفيق على النجاح المسبق ان شاء الله. طبعا يعني انا يعني من كنترول متوقع من كنترول باذن الله خلاص ناجحين 100%. ويا بخت من كان العميد خاله او النقيب خاله اي حاجه، يا بخت من كان ايه يعني حد واصل قوي خاله. فطبعا يعني انا بصراحة مشفق قوي 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 على شعبنا العظيم او الثوار بالخصوص ثوار شعب مصر العظيم بتوع 25 يناير اللي طبعا هنرجع بالوضع ده لعهد ما قبل ثورة يناير تماما يعني. وبعدين يعني قعدت ابص اقول يا ربي طيب يا فرحة مين، قصدي يا فرحة مين فينا، يا شماتة مين فينا. طبعا اول واحد ممثل طلعت زكريا كبير الفلول السابق، وكل الفنانين اللي على شاكلته عمرو دياب تامر حسني كل البقية. بعد كده طبعا عمنا الكبير توفيق عكاشة والهانم برضو حياة الدردير اللي معاه. كل دول يا فرحتهم يا فرحتهم بالوضع لا يحصل وشمتتهم فينا. وطبعا انا يعني بوجه كلامي لكل القوى الثوريه بالكامل اللي قامت في ميدان التحرير ثوره يناير العظيمه. يا جماعه ارجعوا تاني وائتلفوا تاني مع بعض والا كلنا هنضيع، الثوره هتضيع والبلد هتضيع وعوضنا على الله. اللي انا مشفق منه بصراحه كمان علينا فيما بعد يعني عمليه النفخ. هينفخونا يا جماعه، اللي هيجي او الحكم القوة اللي هتيجي هتنفخ الشعب اللي قام بالثورة واللي أيد الثورة. وأنا أكتر واحد صعبان عليا بصراحة حبيبنا باسم يوسف. أنتوا عارفين طبعا باسم يوسف مش محتاجة في الأو تي في برنامج يا شماتة توفيق عكاشة حياة الدرديري فيه. ولعلمكم يعني أما يجي بقى طبعا توفيق بنفسه عكاشة هيطلب نفخ باسم يوسف بنفسه وهيجيب له حتة إبرة، يعني إبرة بقى فظيع عشان ينفخوا بيها ولا بتاعت العربية. الله يكون في عونك يا عم باسم. يعني الله المستعان، يعني الله يعينك يا رب على النفخ والشعب. بس انا يعني رجاء يجيبوا منافيخ، يعني اما يجوا ينفخونا منافيخ سريعة شوية وقوية على اساس ما ناخدش وقت في النفخ. وربنا يستر على الشعب المصري العظيم ويستر الثورة، وربنا قادر على كل شيء. وبرجع اطمن نفسي اقول في النهاية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رب ولي من يصلح، اللي تحبه وترضاه وليه، اللي يحب مصر وشعب مصر وليه، وانت القادر على كده. اللي هم عايزينه عشان مصالحهم الشخصية وإذ مصر ابعدوا وانت قادر على كل شيء. يا رب ولي من تحبه ويصلح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.